شايفين البيتزا وجمالها؟ لو عايزين تعرفوا عملتها ازاي تابعوا معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. المكونات اللي معايا نص كيلو دقيق منخول، ومعايا ذرة ملح، ومعايا معلقة كبيرة خميرة، ومعايا 3 معالق سكر، ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، ومعايا مية دافية زي ما انتم شايفين، وكوباية مية دافية. دي حسب العجينة يعني ما هتاخد معايا، ملهاش مقدار. دلوقتي هحط المكونات على بعض كده اهو، واقلبهم على بعض كويس الاول قبل ما احط المية. وبعد كده احط المية حبة بحبة، محطهاش كلها مرة واحدة يعني. وهنا هحط معلقة صلصة، او ممكن تبدليها بكاتشب يعني. تمام. الصلصة دي اللي عملتها معاكم جميلة جدا، يا ريت تجربوها. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهبتدي كل شوية كده أحط حبة مية بحبة مية كده وأنا بعجن. تمام. وأهم حاجة طبعا يكون جنبي برضو حبة دقيق، على أساس لو مثلا المية زادت معايا شوية أظبط بيه العجينة. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، المية بستعملها يجي معلقتين معلقتين كده، او مثلا رشة مية كده على طول، حبة حبة يعني. وبفضل اعجن كده. انا عايزاها عجينة لينة كده وتكون جميلة، بس ما تيجي تمسكيها تحس انها بتمسك في ايدك، بتلزق بس مش بتلزق يعني لدرجة انها بتمسك في ايديكي، لا تحسي ان برضو فيها تلزيق شوية يعني، مثلا بتمسك في ايدك حاجات بسيطة كده يعني، بس مش طبعا بتعمل اثر في ايديكي، لا لما تيجي بتشيليها من ايدك تحس ان ايدك نظيفة ما فيهاش عجين. هنا هبتدي برضو اعجن فيها اهو. حطيت حبة دقيق على الرخامة، وهفضل اعجن فيها كده بالطريقة دي اما تكون معايا طرية كده وملمسها ناعم. هعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. هجيب الطبق ده كده واحط فيه معلقة زيت بالشكل ده. تمام. شايفين العجينة طرية وجميلة ازاي. وهبتدي امسح يعني وشها بالزيت كده، واكورها بالشكل دوت كده، واحطها في الطبق وهسيبها تستريح. تمام. بس اهم حاجة طبعا تتغطى علشان الوش ما يعملش قشرة، علشان لو عملت قشرة كده العجينة هتبوظ. تمام. دلوقتي كده هغطيها واسيبها لحد ما تخمر خالص، ممكن ساعة ساعة ونص مثلا. وهغطيها بالفوطة دي كده برضو عشان ما يدخلهاش هوا وتخمر بسرعة. تمام. دلوقتي الطماطم ديت والفلفل هحضرهم وهدبلهم في قلب الزيت، وهسيبهم على جنب يبردوا لحد ما تخمر معايا العجينة. تمام. كده معايا خمرت اهي. هجيب حبة زيت في طبق واحطهم على جنب، وهبتدي اطلع العجينة كده احطها على الرخامة. تمام. زي ما انتم شايفين جميلة اهي، صراحة تحفة وملمسها ناعم خالص. وبعد كده هقطعها كور بالشكل ده اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. وهبتدي برضو اجيب الفوطة واغطيهم علشان برضو ما ينشفوش مني. وحجم الميني بيتزا بيكون صغير يعني مش كبيرة قوي. بقطع كده، باخد القطعة كده قد الليمونة الكبيرة، وبمسك قطعة العجينة كده زي ما انتم شايفين اهو، بضمها على بعضها كده وبلفها على بعضها زي البقجة. تمام. واهم حاجة تكون القطع كلها متساوية زي بعضها اهو بالشكل ده. وهرصهم بالشكل ده تحت الفوطة كده. واول ما هبتدي باللي هي عملتها اول مرة. تمام. وهدهن الرخامة كده بشوية زيت
وابتدي افردها بالشكل ده، يعني من كل ناحية شوية على اساس انها تديني التدويرة على طول ما تغلبنيش. وبعدين العجينة معايا ما شاء الله اللهم بارك يعني، تحس انها مطيعة كده، وبتتفرد معايا بسهولة. هحطها على جنب وابتدي اخد واحدة كمان، وبنفس الطريقة بالظبط هفردها اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. هفردهم كلهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، وهسيبهم 5 دقايق بس يستريحوا. جبت صينية اهو زي ما انتم شايفين، ودهنتها بالزيت، وهبتدي اعيد عليهم تاني برضو بعد ما استريحوا شوية. هفرد فيهم برضو كده حبة حاجات بسيطة يعني، وابتدي ارصها في الصينية كده بالشكل ده اهو. وهخلصهم كلهم وارجع لكم تاني. دي اخر واحدة معايا اهي، ورصيتهم بالشكل ده في الصينية. تمام. تقريبا يعني الاحجام كلها زي بعضها كده، اهم حاجة يكونوا كلهم زي بعض. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده انا جبت معلقتين كاتشب واحطهم على الوش بالشكل ده اهم، وهفردهم اهو. اهم حاجة افردهم بس على الوش كويس. تمام كده. وهجيب الطماطم والفلفل اللي انا دبلتهم بحبة زيت او حبة زبدة مثلا تحطيهم مش مشكلة يعني، واحطهم على الوش بالشكل ده اهو. وبعد كده الزيتون ده اختياري، عايزة تحطيه مش عايزة براحتك. تمام. هحط برضو كده الزيتون على الوش بالشكل ده. عايزة تشكلي انت بقى الطبقة اللي على الوش ديت براحتك، عايزة تحطي مثلا جبنة، عايزة تحطي زيتون، عايزة تحطي طماطم وفلفل بس براحتك. دلوقتي كده انا خدت الصينية الاولانية سبتها تستريح شوية، وهبتدي اعمل الصينية التانية. تمام. خلصت فردهم كده. تمام. وهدهن الوش كاتشب، واحط عليهم طماطم وفلفل وزيتون برضو اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيطة وسهلة جدا يعني، وجميلة جدا على السحور، ممكن في الأيام العادية فطار، وخفيفة وسهلة في العمايل يعني. زي ما انتم شايفين اهو. ادي الصينية التانية، وفضل معايا قطعتين لسه هعملهم برضو اهم. هفردهم كده. انا حطيت الصينية الاولانية في الفرن. الفرن بيكون درجة حرارته 200. تمام. طبعا بشغله الاول قبلها ب5 دقايق، وبتقعد في الفرن مثلا حوالي 10 دقايق مثلا، حسب بقى عندك البوتاجاز عامل ازاي يعني. انت بتتابعيها. اديني طلعتها اهو، استوت وبقت جميلة اهي بالشكل ده. شايفين الظهر بتاعها كمان جميل جدا ازاي اهو، وطرية وجميلة وطعمها بصراحة. يا ريت تجربوها. هقطعها معاكم اهو زي ما انتم شايفين اهي، جميلة جدا بصراحة وطعمها تحفة.
ومعلقة الصلصة اللي انا حطيتها مع العجينة مديها طعم جميل جدا. شايفين اهو، فتحتها لكم اهي. دلوقتي كده هجيب الصينية، وكل اللي هيستوي بقى هرص الصينية بالشكل ده اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. ادي الصينية التانية برضو سويتها اهي وقعت من ايديا. دي انا حطيت عليها بس زيتون وفلفل. عملت بس 3 كده فيهم زيتون وفلفل، والباقي كله بالطماطم والفلفل والزيتون. هظبطهم كده برضه عشان يكون الشكل جميل. وكل ما الصينية تستوي معايا باخدها تبرد شوية، وبعد كده برصها في الصينية ديت كده. تمام. جربوها مش هتندموا. جميلة قوي بصراحة، وخفيفة وسهلة جدا في عمايلها. وزي ما قلت لكم كده تنفع برضو في السحور، وفي الأيام العادية يعني ممكن تفطري بيها عادي يعني. جميلة جدا اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت ما تنسوش اللايك الجميل. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.